خلصت صيانه الكهرباء؟ خلصت كل حاجه والدنيا بقت تمام. بس معلش ممكن استاذنك بس في شيشه اللحام اللي في الشنطه بره؟ حاضر. نجرب بقى الكاميرا اشتغلت ولا لا. ايه ده؟ فين شريط اللحام؟ ده كان كل اللي في الشنطه مفك والبتاعه دي. ده غريب قوي. ايوه كده تمام قوي. انا ما لقيتش شريط اللحام اللي انت عايزه ده. لا خلاص انا اتصرفت مفيش اي حاجه. طيب حسابك كام؟ انا حسابي 25 جنيه. تمام اتفضل وانا هديهم لك. ماشي. اتفضل. هو كده خلاص الكهرباء كلها بقت تمام؟ لا كده فل الفل، واي حاجه كلميني على طول. تمام حسابك اهو. ماشي شكرا. العفو. حلو قوي الكلام ده. الكاميرا لقطت اهي، شكلها داخله اتغير. شكلنا نمسك النهارده مصلحه نعمل. ايوه. السلام عليكم. يا مجد. السلام، نورت. اتفضلي. ايه عامله ايه؟ الحمد لله. نورت يا ماما. الحمد لله حبيبتي. عملت الاكل يا ماجده؟ يا مدوبك هخش اعمله في ثواني بس. طب يلا بسرعه. ده مفيش زيت. طب اعمل ايه؟ هنزل بقى اجيب ازازه. والله يا ماما زي ما قلت لك بقول لك كده يا ده جبريل، اللي حصل. ايه يا مفيش ماجد؟ زيت في البيت، ممكن تنزل تجيب لي ازازه من تحت؟ لا انا قاعد مع ماما، انزلي انت هاتي ازازه زيت. طيب تمام. ماشي يلا. بقول لك يا استاذ، انا الكهربائي اللي انا عملت لك الكهرباء. ايوه افتكرتك انت اللي كنت عامل الصيانه بتاعتي. بقول لك ايه، كنت عاوزك في موضوع كده. خير ان شاء الله. موضوع ايه؟ يعني بس اهم حاجه تفهمي صح بس. ايوه انجز انا عايز امشي. بص الصور دي كده. نهار اسود، انت جبت الصور دي منين؟ ايه الحاجات دي؟ مالكيش دعوه بقى بالحاجات دي. الحاجات دي يا ماما لو ما جبتيش 20,000 جنيه هنشرها على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. تنشر ايه؟ انا الحاجات دي لو كنت اشوفها هتبقى خراب بيتي. انت فاهم بتقول ايه ولا بتتكلم في ايه؟ انا فاهم كل حاجه، بس عشان كده بقول لك جبت الفلوس الحاجات دي هتتمسح. ايوه بس انا اذيتك فيه عشان تعمل فيها ده كله. انا عملت لك يا ايه؟ ست حرام عليك يا اخي، اعتبرني اختك. سيبك من اختي بقى ولا مراتي ولا الكلمتين دول. انا عاوز 20,000 جنيه. ايوه بس انا معيش المبلغ ده. ما انا عارف لو مش معاكي يعني انت هتطلعي من جيبك 20,000 جنيه، انا هديكي مهله 3 ايام. ايوه بس دي قليله قوي. 3 ايام وساعه هنشر الحاجات دي. لا طبعا لا لا. طبعا لو اتنشرت هتطلقي ولا ايه؟ فيها خراب بيوت، فيها فضايح، فيها طلاق، فيها حاجات كتير قوي. بصي بقى، خدي اكتبي لي رقمك هنا. تمام؟ اول ما تمسكي الفلوس اتصلي بيا على طول. طبعا انت عارف الرقم بتاعي، انت جبتيه من على النت وعارف الرقم بتاعي صح؟ ماشي يا بابا؟ هستناكي 3 ايام وساعه فضائيات. منك لله يا بعيد، ايه اللي انت عملته ده؟ هو انا اذيتكم في ايه ولا اذيتك في ايه؟ استرها يا رب. يا ماجده جبت فين ازازه الزيت؟ ما لقيتش لقيتيش زيت. ازاي؟ يعني امها تعمل اكل ما لقيتش يا جبريل. اعمل ايه؟ بقول لك ما لقيتش. طب مالك يا ماجده مخضوضه كده ليه؟ لا ما فيش، عادي يعني. هو بس زعلت ان ما لقيتش زيت. لا شكلك مش على بعضك اصلا. ما قلت ما فيش حاجه يا جبريل. ماشي طب شوف هتعملي الاكل بايه طيب؟ انا هتصرف. مالها البت دي؟ انا لازم ارن على بابا. انا مش هينفع افضل في الورطه دي كده. انا مش عارفه افكر لوحدي. رد يا بابا. الو. ايوه يا بابا، الحقني انا في مصيبه ومحتاجك تكون جنبي. لا مش هينفع الكلام في التليفون خالص. انا حاسه كاني مترعبه في كل حاجه. انا هجيلك لحد البيت. طيب انت موجود؟ خلاص يا بابا انا جايه. سلام. خير يا بنتي في ايه؟ مش خير خالص يا بابا. طب هدي نفسك، اقعدي قلقتيني. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا في مصيبه يا بابا. واحد عندي كهربائي جه عمل لي شويه حاجات في الشقه، صيانه وكده. ما اعرفش يا بابا اركب ايه ولا اعمل ايه. بقى يصورني ومعاه صور كتير ليا وبيهددني وبيساومني كمان لو ما اديتوش 25,000 في خلال 3 ايام هينزل كل صور على النت. وانا يا بابا مش عارفه اعمل حاجه، وجوزي ولا اهلي لو شافوا الحاجات دي ده مش بعيد يبقى فيها خراب بيتي يا بابا. ولا يهمك، مسبتي بس انا عايز كل المعلومات عن الولد ده وانا هتصرف. يا بابا ده يبان عليه عيل صايع ومش هتاكل ولا تشرب معاه. ما تخافيش انا هعرف اتصرف، بس عايز كل المعلومات عنه. طب انا خايفه يا بابا قبل ما نتصرف يكون عرف كل حاجه لجبريل، وساعتها جبريل مش هيصدقني وبعد يرميني في الشارع. سيب الموضوع ده عليا ربنا يستر. وانا هعرف ازاي اربيه. الو، اللي اسمه حسام؟ ايوه انا. اهلا وسهلا.
ولاد الحلال بقى اللي اديني النمره بتاعتك بيشكروا فيك قوي، بيقولوا انك احسن كهربائي موجود في الحته. عاوزك في حاجات جميله قوي، تاسيس كهرباء وتركيب حاجات محدش يعرفها الا انت. لا 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 لا، هديك اللي انت عايزه، العنوان واللوكيشن وكل حاجه. انا في انتظارك، تحت امرك يا اسطى حسين. مع الف سلامه. خلاص روحي انت بقى وسيبي بقى عليا، خلاص قلت لك اطمني. ربنا يخليك ليا يا بابا، بقى طمني وقولي هتعمل ايه. ما تخافيش. ماشي يا بابا، عن اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا يا اسطى ازيك حسام، يا فندم؟ يا اهلا اخيرا. ده انت وحشني قوي، نفسي اشوفك. للدرجه دي سمعتي جايه لك؟ من كتر الكلام الحلو اللي اتقال الله عليك. يخليك. طب ايه الشغل بقى اللي انت عاوزه؟ انت واقف، اتفضل استريح. لا والله أبداً. لا والله ما عرفني ينفعش. طيب الشغل لا الأول. لا لا لا، اتفضل استريح يا راجل. طب إيه؟ نعمل معاك الواجب الاول ونعمل الصح. الله يخليك. طب بس إيه؟ انا بقى انت عارف بقى اللي زي حالتي يحب يعني يشوف الشغل اللي انت عامل شغل على تليفونك ولا حاجه. كتير جدا. عشان اعرف بس امكانياتك ومستواك الجميل. بص كده ده الشغل. يا وريني قلب- كمان. قلب كده. اه هتلاقي كل الشغل بقى بتاع التأسيس وبتاع التشطيب كله بس في يا الفولدر الأخير ده. سلام، ده شغل جميل قوي. تمام يعني شوف بقول لك ايه، اقعد بقى، انا عايزك في حاجه. في ايه يا استاذ؟ مش فاهم. يا راجل يا سافل يا منحط، تحط كاميرات وتصور ولاد الناس وتبتزهم. يوسف، نعم يابا. روح هات لي حبل عشان نربطه ونسلمه للقسم. يا حاج اسم مين يا حاج؟ انا مش بتاع الكلام ده. انا فاتح بيت وعندي عيال. اقعد يا يوسف، اجيبه يعني؟ اقعد يا يوسف دلوقتي. ايه ده يا حاج؟ انت بالله. متجوز؟ بقول لك يا حاج انا فاتح بيت وعندي عيال، حقك عليا طب انا. ليه ما راعيتش مراتك وعيالك؟ ليه؟ ذنبهم ايه؟ يتشردوا بعد ما تتحبس. طب بص يا حاج، انا دي غلطه ومش تتكرر تاني. غلطه مش هتتكرر تاني. حتى لا، تليفونك مش هتاخده يا حبيبي. همسح لك حتى. لا، انا اللي همسح كل حاجه، وحضرتك تبقى تشرفني بكره تاخد تليفونك. ماشي؟ طب بس عشان في حاجات كتيره برضو غير دي اخر مره، بعد كده هوديك النيابه. يلا فز يا سروميو، يلا نجرب. حاضر. يلا امشي من غير ما ترود. اللي اتأدب. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. جوزك وحماتك هنا؟ لا يا بابا، نزلوا من شويه. عملت ايه؟ طب كويس عشان نتكلم براحتك. حصل كل خير، جبته وعرفت منه كل حاجه، بس اطمني. انا خدت يا ستي التليفون بتاعه اهو. بجد يا بابا؟ تقدري تمسحي كل اللي انت عايزاه. يوسف اخوك كتر خيره عارف الباسورد بتاعه، هنمسح كل حاجه. وانا ده قادر انا هولع له في التليفون، مش همسحه له. اللي حصل يا بنتي، انا كنت هوديه النيابه والاسم، بس صعب عليا، متجوز وعنده عيال. انا حبيت انه بادي يبقى درس ليه، وفهمت انه لو حصل بينه حاجه زي كده انا هسلمه للنيابه. صعب عليك يا بابا، وانا ما سبتش عليه. انا وغيري من اللي كان بيعمله. طب اسمعي بقى اللي انا عايز اقوله لك. انت اكبر غلطه عملتيها ان انت دخلت واحد غريب في غياب جوزك. دي غلطه كبيره قوي، مش اي حد تثق فيه وتدخليه، ولازم جوزك يبقى موجود، عشان لما هيبقى جوزك موجود هيخاف يعمل حاجه زي كده. ماشي؟ معاك احنا حق لولا يا اللي بابا. عملناه ده كان زمان بيوت ناس كتير قوي اتخربت. بيوت معاك ناس حق كتير يا أوي. بابا. درس لكل الناس، ما تدخلوش حد بيتكم غير حد يكون موثوق فيه، حد تعرفوا ان هو بيعرف ربنا، ولازم يكون في راجل في البيت. خلي بالكم، اديني قلت لكم اهو. حلو حلو يا باشا. يا رب تكونوا اتعلمتوا حاجه.